احتفالات أهالي المناطق الشمالية تتميز دائما بالزواجات وبالعديد من الألعاب أو الفنون الشعبية مثل العرضة، مثل السامري، مثل الدحة الشمالية. طبعا يشارك فيها العديد من المهنئين والحضور، لكن الفترة الأخيرة دخلت عليهم الدبكة خصوصا في احتفالات الزواج. كيف دخلت الدبكة وكيف تمازجت هذه الدبكة مع احنا نتكلم على العرضة، نتكلم على السامري، لكن هل تميز أهالي الشمال في الدبكة وغطوا على أصحاب الفن نفسهم؟ هالتفاصيل مع زميلنا منصور المسان، خلونا نتابع. لا صوت يعلو على أصوات أغاني الدبكة وإيقاعاتها في زواجات أهالي الشمال هذه الأيام. الدبكة الرقصة الشامية التي جددها سكان المناطق الشمالية وأصبحت جزءا من موروثهم للاحتفال في مراسم الزواج مع العرضة والدحة الشمالية. الزواجات في المناطق الشمالية فرايحية بشكل عام، حيث يبدأ الزواج بالعرضة السعودية اللي يشارك فيها أغلب المعازيم، ثم لعبة الدحة وهي الموروث الشعبي للمناطق الشمالية ويشارك فيها كبار السن، ثم بالسامري ويشارك فيه الشباب، وأخيرا تختتم حفلة الزفاف بلعبة الدبكة والدبكة التي دخلت مؤخرا ويعشقونها الشباب، وأحيانا بعض المناسبات يقام فيها أمسيات شعرية، وهذه قبل وليمة العشاء ولكن نادرا ما تقام. يقود صف الدبكة أمهر الراقصين، ويكون على رأس المجموعة المشكلين الذين يتفننون بأداء حركات إضافية بأرجلهم وأردافهم تتناسب مع الإيقاع الموسيقي للدبكة. أما فنان الدبكة فيكون خارج الصف، وعادة ما يكون شامي الأصل. في الفترة الأخيرة صارت الدبكة تنافس الألعاب الشعبية الأخرى في حفلات الزفاف بالشمال، فلأنها هي الرقصة واللعبة التي يعشقها أغلب الشباب في هذه المنطقة. طبعا الدبكة جذورها شامية، لكن أهل المناطق الشمالية بحكم الجوار طوروا هذا الفن وهذه اللعبة وتفوقوا على أدائها في أدائها على أهلها الأصليين، بل نافسوهم أيضا. طبعا الدبكة منتشرة بالشمال، عندنا بسكاكة وعرعر وطريف وقريات تبوك، وتكون من 3 أنواع، 14 هذه المعروفة، فيها الجوبي وفيها العرب، والعدد مفتوح على الدبكة، والقايد موجود مع مجموعة شاركة بالتشكيل على حسب الإيقاع. حفلات الزفاف بالشمال تتميز ببساطتها واحتضانها للعديد من الفنون والألعاب الشعبية التي تدخل الفرح والسرور في نفوس الحاضرين. MBC، منصور المزهم، الجوف.